مرحبا بكم مجددا في ديما سبور. سي صالح، نبدا معك انت قبل ما تغادرنا لالتزامات عائليه. المنتخب المغربي يطير الى مونديال الولايات المتحده الامريكيه كاول منتخب افريقي. هذا ما يؤكد ان الرياضه المغربيه وكره القدم المغربيه يسيران في الطريق الصحيح. صحيح صاحبي، أول منتخب إفريقي يترشح رسميا لنهائيات كأس العالم أمريكا في 26 هو المنتخب المغربي، بعد فوزه على منتخب النيجر 5-0 البارح في الدار البيضاء، وين لعب المنتخب المغربي على الملعب الجديد نتاعو اللي قاع تشييده أمام جماهير، أمام مدارج ملآنة مع لا استاد كومبلي. صاحبي، اللي يخدم يلقى صاحبي، هذه الحقيقة. المنتخب المغربي صاحبي هذا ثالث مونديال على التوالي يكون متواجد 2018 2022 و2026. المنتخب المغربي قاعد يحقق في انجازات كبيره، اول فريق افريقي وعربي يوصل للنصف النهائي نتاع كاس العالم، انجاز كبير. ولا انجاز مع سامحني، مع قيمه الملاعبيه. عندهم لاعبيه من طراز عالمي، معناتها لاعبيه يلعبوا في الريال مدريد والبي اس جي معناتها والبايرن والميلان. منتخب كبير، منتخب افريقي بمواصفات عالمية. منتخب كبير، الناس تخدم. رئيس الجامعة السيد فوزي لقجع القاعد توا يجني في الثمار تاع العمل نتاعو على جميع المستويات رياضيا وماديا. صاحبي راهو المغرب باش يكون واحد من ثلاثة المنظمين لكأس العالم 2030، دونك من توا قاعد يجهز الملعب نتاعو لحضر باش عنده ملاعب اخرين. بصراحة ناس قاعدة تخدم، ناس قاعدة نجاح ما جاش هكاك من فراغ. نتذكر كنا المغرب 10 سنين التالي كان على مستوى البنية التحتية، على مستوى النتائج. المنتخب شفنا لقجع، فوزي لقجع منين جاء؟ فوزي لقجع جاء من نهضة بركان. نهضة بركان تشوفوا كان فريق مغمور ولا فريق افريقي معروف يقرأ له ألف حساب. المنتخب معناتها النجاحات بدات على مستوى فريق ومن بعد مشيت للمنتخب. شفنا النجاحات هذه ما جاتش هكاك راهو صاحبي، النجاحات جات على خاطر فما ثقة ما بين السلطة في المغرب وما بين رئيس الاتحاد نتاع المغرب. فما تكامل، فما حرية وفما نتائج، لأنه تعطيني الحرية وتعطيني الإمكانيات انا النتائج باش تجي، والنتائج جات. شفنا نتائج مشرفه جدا على جميع المستويات، مش حتى في كره قدم بركه. الرياضيين المغاربه الاخرين في الرياضات الاخرى قاعدين يقدموا في مردود طيب. دونك هنا من نجموا صاحبي كان نهنيوا شقانا في المغرب. ان شاء الله تونس تخلط نهار الاثنين، والجزائر وكل المنتخبات العربيه تكون متواجده في المونديال. وبالتوفيق للاشقاء المغاربه في تحضير لكاس العالم وفي التحضير. خاطر يا صاحبي كما شفنا قطر وقت اللي خذت التنظيم اش حضرت وش عملت، وعملت مونديال قعد تاريخ لتوا قاعدوا يحكيوا به العالم الكل على جميع المستويات. ان شاء الله الاشقاء المغاربه ينزجوا على نفس المنوال ويعملوا يحضروا التحضيرات اللازمه باش يشرفوا العرب ويشرفوا كره القدم العربيه والافريقيه في كاس العالم 2030. اون بلوس المغاربه توا اطمنوا على كيفنا احنا. ما تنساش اللي عندهم تنظيم كاس افريقيا للامم في ديسمبر، زاد كيف تحضيرات كبيره قاعده تتحضر. والمنتخب المغربي قاعد هو بيدو زاد كيما الفرق الاخرين يجهز في روحه. نعرفوا صاحبي اخر مره المدرب الرقراقي بصراحه يتحسب على الوضعيه اللي هو فيها. تصور صاحبي عنده ما يقارب 32 ملاعب دولي بريسك في نفس المستوى. معناتها شوف باش يختار منهم، شوف ديجا اختيارات صعيبه. المنتخب المغربي صاحبي كبرى راهو صالح، لا ولا من العشرة الاوائل. المنتخب المغربي صاحبي رانا عندما توفرت الإرادة المستحيل أصبح ليس مغربيا. والإمكانيات إرادة وراها الإمكانيات. لا اسمعني، شو تنجم تكون عندك إرادة والإمكانيات ما فماش. قبل احنا تونس ما كانش عندنا برشا إمكانيات، ما كان عندنا برشا ملاعبية. نتذكروا مليح الفترة الذهبية السبعينيات والثمانينيات وين المنتخب التونسي صاحبي كانوا شغلتنا سي صالح بقينا نبكيو على لا نتقدم واحنا نبكيو على اسمعني لا صاحبي مش نبكيو على طلال. حبيت نقول انه نذكر بها هذه رانا كيما نجحنا قبل نجموا ننجحوا توا. اما شنو الاراده توا نجم نقولوا الاراده متوفر، الامكانيات يا صاحبي توا الامكانيات كبرت.
صاحبي انت تشوف نعطيك هاني كل يوم ونتعدى معك وقت التويتي باش نحكيو على مواضيع امكانيات وارقام رهيبه جدا. ما عندناش احنا الارقام هذيك وما عندناش الامكانيات هذيك. صالح الخير اللي يبلهم يرشنا، والاراده موجوده في تونس، وتونس عندها دوله قائمه الذات، وعندنا رجال، وعندنا ناس وطنيين، وعندنا رئيس جمهوريه واقف على كل كبيره وصغيره. ان شاء الله ربي يعطيه طول العمر، وان شاء الله يلقى الرجال اللي يملوا بالسياسه الحكيمه نتاعو، ولا خوف على تونس، على جميع الاسعده بحول الله. يا صاحبي راه فما حقيقه، فما حقيقه وضعنا فما حقيقه امكانياتنا غير امكانيات الاشقاء اللي نحكيو عليهم. واضح سي صالح الثابتي. مازلنا باش نرجعوا نحكيو في هذا الموضوع معك انت فوز صغير بعد البيب، ندخلوا شويه فلوس ونرجع لك فوز. حبيبكم مجددا في ديما سبور. فوزي صغير نرجع لك انت. ثوره كرويه حقيقيه في المغرب الشقيق، ان شاء الله يا ربي تكون في المستوى العالي اللي وصل له المنتخب المغربي، وكرة قدم مغربية نشوفوها قريبا في تونس. شوف صاحبي خويا، المثل يقول لك اللي يخدم يلقى. الناس هذوما خدمت، جهدت، كدت بقيادة السيد فوزي لقجح. كانت معناها ناس معناها عملوا برمجة، والبرمجة نتاعهم كانت على مدى طويل ونجحوا. وتولى بروفوني أحسن فريق إفريقي هو الفريق القومي التونسي، الفريق القومي المغربي. إن شاء الله الكلمة صحيحة تكون تونسي. وهنا معناها نحب نقول معناها الجمعية معناها كانت حاضرة. شفت البارح معناها ترشحت ب5 أهداف، فارق 5 أهداف. ومن البارح ترشحت الفريق القومي المغربي ترشح للكأس العالم في المغرب. بالمهنتين المناسبة نحب نهني معناها، أنا ما تعرف صاحبي عندي نسابي مغاربة كل شيء، نسيبي نبيل رجل بنتي عزيزة معناها مغربي، نحب نهنيه ونقول لهم مبروك، وإن شاء الله مبروك، وإن شاء الله معناها تكونوا معناها في كأس العالم 2030 في المغرب، إن شاء الله تحضروه، وإن شاء الله تو كأس العالم 2026 في أمريكا. مبروك عليكم كل شيء. ونحب نرجع تو للفريق القومي المغربي. تعرف شوف، فريق كبير، فريق معناها ماهوش راهو وليد الصدفه. راهو الفريق هذا حضر عنده تو يجي 5 6 سنين. المنتخب المغربي يعطيك الصحه، حضر تو عنده يجي 5 6 سنين. شو سل عمل فريق، وعمل معناها فريق مغربي معناها ممتاز. وشفت معناها في كأس العالم الاخرانيه كيفاش وصل معناها في درجه معناها ممتازه. كان معناها فريق يهابوه الفرق الأوروبية والفرق معناها حتى الأجنبية الكل كانت تخاف من الفريق المغربي. عمل معناها مساحة كبيرة ياسر، وظهر معناها اللي هو فريق متكامل ومتجانس. وعمل معناها فريق معناها يكون معناها وصل معناها بشوصل حتى البريسك بشوصل الفينال. لولا معناها الماتش الاخراني هذاك اللي خسروا معناها كان مش يترشح لكاس العالم، مش يلعب الفينال معناها كاس العالم الاخراني هذا. ولذا هنا الخدمه تجيب والناس تجيب، وان شاء الله يا ربي على منوال لما الفريق القومي التونسي وتونس معناها تكون معناها ان شاء الله في الطريق السويه توا باه الملاعبيه الصغار هذوما، باه الجو جديد، وباه الفريق جديد، وباه اللحمه جديده، وباه المكتب الجامعي الجديد، وباه الناس اللي متكفله على الفريق القومي التونسي. ان شاء الله يا ربي نكونوا احنا توا في طريق السوي، وان شاء الله نكونوا الديماراج نتاعنا للكاس العالم معناها 2026، لما لا معناها الكاس 2030. وهنا يا رب ان شاء الله حسب توا البرمجه الجديده والجو الجديد احنا توا قاعدين ماشيين في الطريق السوي. ان شاء الله نوصلوا معناها نعملوا شيء اللي عملته المغرب اللي هما الحق بصراحه. ملعب كما تشوف في المغرب معناها ملعب جديد يلعبوا الخنيه صاحبي، ملعب عالمي. واحنا معناها بكل صراحه قعدنا في نفس الريتم هذا، في نفس الواحد، ما تطورناش ما قدمناش. ان شاء الله يا ربي باجواء جديده والدنيا جديده ان شاء الله يا ربي تنعم على البلاد هذه تونسنا. خاطر تونس احنا ناس كورجيه، ناس ملاعبيه، ناس تحب الرياضه، ناس تعيش الرياضه، تنفس الرياضه. ان شاء الله نكونوا يا ربي معناها في المستوى اللي كان فيه المغرب تو ان شاء الله نوصلوا له قدرة ربي. انا عندي ثقه في الملاعبيه نتاع تونس، وعندي ثقه في المسؤولين التوانسه اللي تنجم تونس ترجع الى العهده نتاعها الصحيحه نتاع 78 ونتاع التسعينات هذيك. ان شاء الله يا ربي نكونوا معناها يا ربي ترجع كورتنا وترجع جونا وترجع الامبيونس نتاعنا في تونس. هذا هو اللي موجود توا. يعطيك الصحة فوزي صغير، مبروك لأشقائنا المغاربة اللي يحظوا في النجاح تلو النجاح. هذيك ضريبة العمل، اللي يخدم يلقى كما قلت أنت في بداية تدخلك. ما فماش نجاحات تنزل عليك هدية من السماء. الخدمة، العمل، الانضباط، الحرفية، الناس الحس الوطني، المسؤولين وقت يشوفوا النشيد المغربي ناس
ناس بالحق تذوب من أجل حب هذه البلاد الشقيقة. مبروك للمغرب بهذا التألق، وشر العاقبة للمنتخب الوطني بداية من مباراة نهار الاثنين ماضي ساعتين أمام منتخب غينيا الاستوائية. وأنا متفائل خير في ظل إرادة سياسية حكيمة في تونس حاليا. إن شاء الله لا خوف على الرياضة التونسية وعلى كرة قدم التونسية، ويوقفة الرجال وبالتضامن ونضع اليد في اليد مع أعلى هرم في السلطة الأستاذ قيس سعيد. بحول الله الخير جاي لتونس على جميع الأصعدة. فاصل ونتواصل.